بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في موضوع اللاجئين، مشكلة كبيرة وتجنيس اللي بيتولد من أب وأم مش مصريين، بس اتولد على أرض مصر، واخد بالك إزاي، وبقى يبلغ سن الرشد من حقه يطلب الجنسية، وتمليك الأجانب للعقارات، وطبعا يعني أكتر من عقار وتسهيلات قوية جدا للاجئين. المشكلة هنا احنا كمصريين احنا بنعاني من أزمة اقتصادية كبيرة جدا، والغريب ان هم بيتخذوا الحكومة الإدارة كاملة، عشان ما نقولش الحكومة يعني الحكومة بدون الرئيس، لا، رئيس الدولة هو يعني ولي الأمر الشرعي للدولة، وكل حاجة بتمر من عليه، يعني هو اللي بيوقع على القوانين، تبقى قرارات وتتناقش ومشروع يتقدم في مجلس النواب، وبعد كده القرار ده أو المشروع ده بيتعمل قانون، والقانون ده ما بيمشيش وما بيتنفذش إلا لما يتصدق عليه من رئيس الدولة. عموما ما علينا، عايز أقول إن ده له خطورة كبيرة جدا جدا. إحنا بنعاني من أزمة اقتصادية ولاجئين كتير، والغريبة إن هم بيتخذوا من هذا صاحب الفكرة وصاحب المشروع وصاحب اللي بقى أصبح قرار وصدق عليه من مجلس النواب، وأكيد اتصدق عليه من رئيس الدولة، لأن مفيش قانون بيمشي إلا رئيس الدولة بيصدق عليه. ده هيسبب أصلا تغيير الديموغرافيا المصرية، الولاءات، وهيبقى فيه دس كثير جدا، دس جنسيات. وانتوا عارفين ان المخابرات بتزرع ناس يعني من الصغر بتزرع الناس دي في بلاد، وبتكبر الشباب دول بيكبروا بيتعمل لهم ايديولوجيه معينه وفكر معين حتى يصلوا لمناصب، ويبقى ليه حق مثلا ان يترشح في مجلس النواب، يبقى ليه حق ان يدخل كليه الشرطه، يبقى ليه حق بعد كده يخش كليه الحربيه، يبقى قائد في الجيش، يبقى قائد في الشرطه، بعد كده بقى ممكن يتولى رئيس جمهوريه، ممكن يعني يوصل لمناصب. ومش بيستخدموا فرد ولا اتنين ولا تلاته، لا، بيستخدموا كتير جدا جدا، ودول نفسهم طويل في الحكايه دي. في بلاد كتيرة جدا جدا حكمت بهذه الطريقة، وفي عملاء شغالين في البلاد بهذه الطريقة، بيبقوا من البداية وهم أطفال كمان، بيتجندوا وهم أطفال. عموما الموضوع ده خطير جدا جدا، وعايزين نقول ان المسألة دي أصلا يعني احنا كمصريين بدأنا نشعر بقى ان احنا غرب في بلادنا، يعني حقيقي. يعني المصري الأصيل، المصري اللي هو أبا عن جد عن جد عن جد، تمام. وانا بصراحه بسال، يعني بقول والله يا سياده الرئيس، يعني لو يعني يا ريت تسال اللاجئين بقى، يعني لو احنا مضايقينهم في البلد ولا حاجه، احنا ممكن يعني احنا عايزينهم على اكمل وجه ومرتاحين، يعني بصراحه شديده جدا. ويا ريت كمان يعني تحاولوا تشوفوا دول تانية للناس اللي هي عايزه تطلع تهاجر، يعني تشتغل تطلع كده، لان احنا المشكله ان احنا ما بنقدرش نطلع اي دوله بره الا بفيزا وبتاع. يعني الامارات مثلا مديه الاسرائيليين فيزا ببلاش، يعني يخشوا الامارات ببلاش. يعني غريبه جدا، يعني بصراحه افعال، يعني انتوا بتطالبوا الناس بعدم الخلفه، وان احنا عندنا ازمه سكان وهي واكله كل الاقتصاد. طب والملايين اللي عندنا دول مش واكلين الاقتصاد؟ واللي انت هتجنسهم دول مش هياكلوا الاقتصاد وهيخلفوا، هتمنعهم من الخلفه كمان؟ انا مش فاهم يعني ايه القرارات دي. يعني بصراحه قرارات، بصراحه يعني فشل ذريع للاداره المصريه. اي قرارات او اي شغل بتشتغله الدولة ولا يعود بالنفع وارتقاء مستوى معيشة الفرد المصري، اعتقد ان كل ده فاشل بصراحة شديدة جدا. لكن الغريب ان بعض الناس طلع واتكلم يقول لك الحكومة، وكله بقى يتكلم عن الحكومة. ليه؟ لانهم ما يقدروش يتكلموا الا عن الحكومة. هم بقى حكومة فاشلة، حكومة، واللي يتهمها بالخيانة، واللي يتهمها بان عايز تغير ديموغرافية مصر، ويتهم ناس بقى في مجلس النواب ان هم يعني لوبي للأجانب، بيقولوا كل حاجة. ويقول لك واحد طلع يوتيوبر يقول لك ايه، وما فيش غير بس يعني بناء على تعليمات سيادة الرئيس، ولا هو كله تمام يا فندم وتعليمات سيادة. ما هي برضه حاجة من الحاجات الهباب اللي عندنا، ان دايما المسؤولين عندنا في الحكومه كله تمام يا فندم طبقا لتعليمات السيد الرئيس، طبقا لتوجيهات السيد الرئيس. هو انت ما تعرفش تشتغل لوحدك الا بتوجيهات السيد الرئيس؟ هو مش في سيستم بيمشيك سواء بتوجيهاته او مش بتوجيهاته؟ ده المفروض يعني. لكن هو للاسف
شغل الموظف الحكومه كده. ما مش عارف والله العظيم ما عارف، بجد والله العظيم ما عارف. الموضوع ده خطير جدا، والناس فيه مش عاجبها خالص، وفي انفصام كامل بين اللي انتوا بتعملوه بين الناس. يا جدعان النهارده العماره اللي لما بيكون فيها ناس من السودان ولا من غيرهم الناس بتعاني. يا جدعان يا دنيا السوداء، يا جدعان ده كان في مصريين بيصرخوا من فتره عن تملك اليمنيين العقارات. النهارده انت فاتحها مفتوحه، اي حد عاوز يتملك. طب ما هي غالي الاسعار على المصريين. عايز افهمك على حاجه. لو انت فاهم ان اي قانون يطلع من مجلس النواب او يطلع من اي جهه حكوميه ما بيوقعش عليه رئيس الدوله ويبقى عارفه، يبقى انت مش فاهم حاجه للاسف. احنا المسؤول قدامنا، قدام الشعب وقدام التاريخ، هو ولي الامر، هو رئيس الدوله، راس الدوله، مش الحكومه. الحكومه دي مسؤوله قدام الرئيس، والحكومه بتنفذ تعليمات او عندها اقتراحات ومشروعات بتطرحها للمناقشه، وبعد ما بتطرح المناقشه وتعمل دراسه جدوى و في النهايه بيترفع الامر ده لرئيس الدوله، ورئيس الدوله بيصدق يقول لك او لا، بعد طبعا نقاش واسئله والكلام ده كله. فمحدش يطلع يقعد بقى يصب جام غضبه على الحكومه. الحكومه مسؤوله وكل حاجه، بس هي مسؤوله قدام رئيس الدوله، لكن المسؤول قدام الشعب قدام التاريخ هو رئيس الدوله. يعني خلينا نسمي الاسماء بمسمياتها، ولو كان واحد عنده سؤال او تساؤل او اعتراض فما لهوش علاقه بالحكومه، ولا يوجه كلامه للحكومه على الاطلاق، وانما يوجه كلامه ده لرئيس الدوله. ليه؟ لان رئيس الدوله هو المخول، وهو يعني المسؤول، وهو اللي هو ولي امرنا، يعني فاهم ازاي؟ يعني هو المسؤول قدامنا، وهو الرئيس، وهو اللي احنا مدينه الشرعيه لانه يحكم البلد. يعني الرئيس يحكم بالشرعيه اللي احنا مديناها له. فمحدش يعني يطلع يتكلم عن الحكومه لا كلام. طب الحكومه مالها يعني؟ الحكومه بتقدم قرار ده غلط بعد دراسه وبتاع وكده، خلاص يقنعوه. ما هو المشكله، اشوف لو ان رئيس الدوله يعرف هذا الكلام، وطبعا هو يعرفه اكيد، انا متاكد يعني، وكل واحد متاكد ان هو يعرفه، تقارير مخابراتيه بتترفع له، ناس مختصين بيرفعوا له المشروع نفسه حتى يصير قانونا. يعني اصلا المشروع اللي بيتقدم في مجلس النواب وغيره ما بيبقاش قانون الا اذا صدق عليه الرئيس، اخر واحد بيوقع، بعد كده مفيش حد تاني خلاص. فالرئيس يعرف. طيب لو انت قلت ما يعرفش كانك بتطعن فيه، يعني كانه قاعد كده يعني ما يعرفش حاجه في البلد، كانه ما بيحكمش في البلد. فهو يعني يعرف، طالما ان هو لو انه يعلم هذا ووقع عليه، اذا لا توجه كلامك للحكومه ولا غيره، وجه كلامك لرئيس الدوله. ولو كان في شكوى من الحكومه توجهها لرئيس الدوله، هو اللي يقدر يقول لا او ويتدخل ويمنع حاجه زي كده. اصل المساله مش في حي يعني، ولا قرار ازاله البيت ان رئيس الدوله مش ما يعرفوش، لان دي حاجات معروفه وليها قوانين، والحي نفسه بينفذها، او المحافظ بينفذ، او غيره بينفذ قوانين هي اصلا معروفه من الاول، فمش محتاج يرجع لرئيس الدوله. لكن قوانين جديده تسن، مشاريع تقدم جديده، اكيد بيطلع عليها رئيس الدوله ويوافق عليها، وان لم يوافق عليها فلن تنفذ ولن تصير قانونا. فعايزين نفهم بس شويه. فلو انت تعلم ان رئيس الدوله يعرف كل حاجه، وكل حاجه بتمر من عليه، يبقى توجه كلامك لرئيس الدوله، وتشتكي لرئيس الدوله، وتعترض على رئيس الدوله نفسه، وتقول له لا والله الكلام ده فيه خطر 1 2 3، وتقدم يعني ادلتك على خطوره هذا القانون. طيب وان كان لا يعلم رئيس الدوله باللي بيتعمل، يعني انا طبعا مستبعد، بس انا بسال السؤال ده افتراضا يعني جدلا، يعني في النقاش يعني، خلاص. وان كان لا يعلم فهذه مصيبه كبيره. ازاي رئيس الدولة والرئيس المخول من الشرعي للدولة، واللي الناس فوضته، واللي الناس مديها يعني مخلاه بيحكم باسمهم، واخد بالك ازاي، ما يعرفش اللي بيحصل في البلد؟ تبقى انت اصلا بتطعن في كفاءة الرئيس نفسه، بتطعن ان هو راجل قاعد كده ومش داريان عن الدنيا، يعني فاهم، يعني هم بيعملوا حاجات من وراه. فانت ازاي بتتكلم؟ يعني للاسف الشديد حاول انك انت لما تيجي تطرح موضوع تطرحه صح، وتوجه سؤالك صح، مش انت اصلا يعني مش الحكومه، يعني كل شويه الحكومه، لا عادي يعني، وجه اعتراضك لرئيس الدوله
وانا بوجه اعتراضي لرئيس الدوله، انا مش موافق على قانون زي ده يا سياده الرئيس، وده خطر جدا جدا، وانت المسؤول امام التاريخ وامام الله عز وجل قبل كل شيء وامام الشعب المصري. انت مسؤول عن الكلام ده خطأ وخطر، هذه وجهة نظري وانا من حقي اقولها واعترض عليك، ده من حقي. انا بقول لك الكلام ده غلط ولازم تراجع الكلام ده. يعني اذا كانت في يعني معلش هتقول لي انتوا مش فاهمين، لا والله يعني معلش الكلام ده فيه يعني تقريبا الناس كلها على السوشيال ميديا معترضة، يعني مش معقولة الناس دي كلها غلط وانتوا اللي صح يعني. وبعدين يعني مش عايزين ندخل بقى في مواضيع اخرى ويعني وقراراتكم وسياساتكم. يعني في سياسات ودتنا يعني النهارده يعني ودتنا لمرحله يعني معلش مرحله قاسيه جدا يعني اقتصاديا. يعني هنعمل ايه يعني البلد وصلت لمرحله اقتصاديه صعبه جدا جدا. ومين اللي وصلها؟ ما تقوليش اصل شماعات تعلق عليها، لا تقول لي شماعات. لا كنت بتتكلموا عن الزياده السكانيه، والزياده السكانيه انتوا اصلا بيجيبوا سكان تانيين، يبقى كلامكم اصلا ده محدش هيقتنع بيه. فانت بلاش انك انت تعمل حاجه الناس مش هتقتنع بيها، انت بتفقد شعبيتك، بتفقد ثقه الناس فيك صراحه. يعني انا بقولها بكل صراحه ودي نصيحه حقيقي يعني، لان الكلام ده خطر وخطا كبير جدا، خطر على البلد. يعني تتغير الديموغرافيا زي ما انا قلت، ومخاطرها كتيره جدا. وده كمان يعني اصلا انت بتحمل المصريين ما لا يحتملوا. يعني كل اللاجئين دول وكل اللي هيطلعوا وكل اللي انت هتديهم عشان خاطر مش هتحل الازمه. يعني هل انت هتعمله ده هيحل الازمه الاقتصاديه في مصر؟ هيعوض نقص الدولار يعني في مصر؟ ولا يعمل اي حاجه. كل الحكايه ان احنا زدنا الطينه بله، جبنا ناس ثانيه واحنا بنعاني على كلامكم طبعا. احنا بتعانوا من الناس يعني زي انت بتقول الازمه السكانيه اصلا واكله الاقتصاد، انت بتجيب ناس ثانيه هيدفعوا فلوس. طب المصريين كلهم بيدفعوا فلوس. الحاجه الثانيه يعني بياخد اصلا انت بتدعم كل شيء يعني فاهم ازاي؟ فهم بيستخدموا اللي انت بتدعمه الدوله. في انفصام يعني في القرار وفي الاسباب اللي انتم بتقدموها ولا الشماعات اللي بتعلقوا عليها فشلكم في بعض المجالات. بس انا كلامي والله للناس، انت عندك اعتراض على سياده الرئيس كده قول له يا ريس الموضوع ده كذا 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 كذا. عندك شكوى تقدمها نفس القصه. الحكومه مسؤوله، لكن الحكومه مسؤوله قدام الرئيس، والوزارات مسؤوله قدام الحكومه، حتى الحكومه مسؤوله قدام مجلس النواب. مجلس النواب ده المفترض يمثل صوت الشعب، هو ينقل هموم الشعب، ينقل مشاكل الشعب. لكن للاسف الشديد منظومه كلها، اداره كلها، اعتقد ان هي اسوأ اداره مرت على تاريخ مصر بصراحه شديده جدا. يعني لم نرى خيرا حتى الان. يعني حد يقول لي الامن والامان، يا اخي ده تحصيل حاصل، وما انت شغلتك ايه؟ فيعني اذا كان الرئيس يعرف ويعلم طبعا ده اكيد، يعني انا متاكد واي حد متاكد ان مفيش حاجه تمر من ايديه من تحت ايدين الرئيس، مفيش قانون يطلع لما يصدق عليه الرئيس، وده دستور وقانون يعني خلاص. فسؤالك يتوجه او شكوتك تتوجه او اعتراضك يتوجه للرئيس مباشره على طول كده. اطلع قول له والله يا ريس انا الكلام ده مش عاجبني وكده، اطلع. وكمان الرئيس المفترض يطلع ويناقش الناس، او حد متحدث باسم رئاسه الجمهوريه يطلع يكلم الناس، او اطلعوا اقنعوا الناس بالكلام ده، او اعملوا استفتاء شعبي على حاجات زي كده مصيريه وامن قومي مصري. ده بكل صراحه يعني، مش هي يعني قرارات استبداديه، قرارات على طول وما فيش حد كانكم يعني ما بتحكموش حد كاننا احنا مش موجودين يعني حاجه غريبه جدا بصراحه يعني بلاش الناس اصلا فيها اللي مكفيها، والناس اصلا طفحه الدم. يعني الناس اصلا يعني بتعاني معاناه شديده جدا، وانتوا اصلا ما قدمتوش اي حل من اي حلول ان هي حتى ترفع العناء اللي فيه الناس والحاله الاقتصاديه الصعبه جدا اللي فيها الناس، والناس مستحمله ومكمله معاك وتمام وزي الفل. فانت يعني ما تحاولش انك انت تضغط اكتر من كده. طيب اذا كان الرئيس ما يعرفش ده محال طبعا، مش ممكن، تبقى مصيبه. يعني الرئيس ما يعرفش حاجه زي كده، يعني هيشتغلوا من وراه كلام غير منطقي. انت كانك بتطعن في الرئيس نفسه، تقول والله ده الرئيس ده يعني كده منظر يعني فاهم ازاي؟ انت كانك بتقول عليه منظر ما يعرفش حاجه. فكلامك انت بس مش عايز يعني توجه كلام لا انت وجهه ليه عادي، يعني عادي مفيش مشكله. يعني احنا في بلد ديمقراطي يعني، وبلد حريه، وكل واحد يقول وجهه نظره بكل حريه وبكل امانه وبكل ادب، بعيدا عن اي شيء، بعيدا عن التحريض، بعيدا. ونحن يعني عقيدتنا الحمد لله رب العالمين لا نجيز الخروج على ولي الامر
ونسمع له ونطيع في غير معصية الله فقط، حتى وإن اعترضنا عليه لكن لا ننزع يدا من طاعة. دي عقيدتنا، علشان خاطر بعض المتصيدين وبعض الجهلة اللي يظن يعني حاجات تانية. لا، بس فأي وزير مسؤول قدام الحكومة، والحكومة مسؤولة قدام الرئيس، والرئيس مسؤول قدام أمام الله عز وجل وأمام الشعب المصري. ومصر أمانة يا ريس، هتتحاسب عليها يوم القيامة. مصر أمانة، وهو كده كده لن يحدث إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر كل خير لمصر. بس يعني عشان تبقى فاهم، لكن ده تاريخيا مش محدش هينساه. وأنا أعتقد إن مفيش رئيس مر على تاريخ مصر والناس استحملت معاه حقيقة. يعني خدها بقى، يعني خدها في، يعني حطها يعني كده في ذاكرتك يعني، وتذكرها جيدا. الشعب ده يعني بصراحة الفترة بتاعتك محدش يتحمل رئيس زي الشعب ما تحملك، فأنت ما تردلوش الجميل، يعني المفروض ترد للشعب ده الجميل، مش تزيد عليه الهم أكتر وأكتر. ودايما وأبدا يعني إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. فكفى كفى كفى قرارات متناقضة مع الأسباب اللي بتقدموها، فإحنا مش عايزين. وأي واحد يعني بلاش بقى يعني إيه يروح لا، خليك كده دغري، قول اللي في نفسك، وفي النهاية يعني لن يحدث إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. إحنا بنعمل اللي علينا وبننصح لوجه الله. الكلام ده غلط، وأنا مش في صدد ان انا اقول ايه الاسباب وبتاع، موضوع تاني نتكلم عنه في حلقه تانيه ان شاء الله تبارك وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصر وشعبها وسائر بلاد المسلمين، وان يوفق ولي امرها لما فيه خير البلاد والعباد، وان يهيئ له البطانه الصالحه، لان البطانه الصالحه مهمه، البطانه الصالحه مهمه. لكن في النهايه المسؤول هو رئيس الدوله، رئيس الدولة. وعايزك تحط الكلام ده يا سيادة الرئيس في دماغك كويس. لن ينسى لك التاريخ أي شيء يضر مصر، ولن ينسى لك التاريخ أي شيء ينفع مصر. خلي بالك الناحيتين، إن فعلت خيرا فسيذكرك التاريخ بالخير، وإن فعلت شرا فسيذكرك التاريخ بما فعلت. فأنت وشأنك، وهذه أمانة وكلك الله سبحانه وتعالى بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت مسؤول عن الدولة كلها، والحكومة مسؤولة عن كل الوزارات، وكل وزارة مسؤولة عن ما يخصها، وكل محافظ مسؤول عن محافظته، وكل رئيس قسم شرطة مسؤول عن المنطقة اللي هو مكلف بها. فكلنا مسؤولين، كل واحد مسؤول عن أسرته، محدش هيتحاسب عن حد على الإطلاق. فنسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، ولكن هذه قرارات يجب مراجعتها جيدا والتأني في اتخاذ القرارات. يا ريت ان احنا ناخد رأي نخبة على الأقل، نتكلم مع الناس كده، على حتى في كل محافظة، يعني حاجات زي كده خطيرة جدا. وده يا ريت انه يحل المشكلة الاقتصادية في مصر، لكن ده مش هيحلها على الإطلاق، ده مش هيحلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.